محمود درويش قال ايه؟ الحياة بتعلمك الحب، والتجارب بتعلمك مين تحب، والمواقف تعلمك مين بيحبك. كان عبقري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة وأحسن أحوال. تكون فيديوهاتنا بسيطة كده وتكون خفيفة على قلوبكم وتكونوا بتستفادوا منها. النهاردة اليوم بتاعنا يوم ايه بقى؟ هو روتين كده ايه، وكمان هبلغكم برضو بخبر كده ان شاء الله تفرحوا لي كلكم يا رب. ان شاء الله انا هنقل من الشقه ديت لشقه اوسع شويه باذن الله، فهنحاول بقى ان انا لسه ايه ان شاء الله باذن الله هنقل قريب. فبحاول بقى الم حاجتي كده والم الحاجه اللي انا مش بستخدمها الاول، وهخلي الحاجه اللي انا هستخدمها في الاخر خالص. يعني مثلا ستاير هنزلها واغسلها واشيلها ملهاش لازمه وكده. هبدأ ألم، لأن طبعا ايه أي بيت طبعا يا جماعة في النقل بيبقى صعب جدا، كراكيب بتبقى كتير، في حاجات تحت السراير، حاجات فوق الدواليب، حاجات مستخبية هنا، حاجات مستخبية هنا. هنبدأ بقى ان احنا نلم كله كده بإذن الله، واحدة واحدة. كل يوم هعمل حاجة كده في خلال الأسبوعين دول إن شاء الله. اللي جايين دول اكون لميت حاجتي كلها باذن الله باذن الله بقى ايه مع بعض كده. كان عندي طبعا غسيل طبعا، دول كانوا كذا دورة غسيل والله 2 أو 3. بس طبعا كنت بلم الغسيل واحطه على السرير، وسحبت منه كمان للولاد لبسوا، لان ما كنتش فاضية خالص الايام اللي عدت دي. تعرفين موضوع النقل ده صعب وكنت بشوف شقة وكده، والدنيا بقى كانت ملخبطة معايا، اخد هنا لا اخد هنا. ما كنتش عايزة اقول اي حاجة الا لما اخد قرار الاول انا هاخد فين او هروح فين. وفي نفس الوقت ما كنتش، كان بابا وماما مش عايزيني طبعا ان انا اخد بعيد عنهم وكده، عشان تعرفين ان ابو مالك مسافر مش موجود. ولادي حد منهم تعب بالليل، حد احتاج يروح لدكتور، حد احتاج يروح اي مكان، يبقى اهلي كلهم ايه حواليا. فكنت بحاول ان انا اشوف حاجة مش بعيدة عنهم، حاجة قريبة، ودي طبعا خدت مني وقت وخدت مني جهد. انتوا عارفين طبعا الدنيا عاملة ازاي، والاسعار عاملة ازاي، وكل حاجة عاملة ازاي. الدنيا صعبة طبعا على الناس كلها، ربنا يعين الناس كلها يا جماعة. انتوا عارفين الايجارات غالية نار. دلوقتي اقل شقة ايجار ب2000 جنيه، واللي هي في مكان متواضع وفي مكان عادي خالص. في اماكن تانية طبعا الايجارات اغلى واغلى، 3 و4 و5. عندنا هنا في دمنهور، انا معرفش طبعا عندكم الاسعار عاملة ازاي، بس عندنا هنا عموما العقارات غالية جدا. ومالك بيقول لكم حطوا لايك، ومتنسوش بقى تحطوا لي لايك عشان خاطر مالك. الناس اللي متابعاني متابعتكم ليا على راسي من فوق، ما تحرمش منكم يا رب، ربنا يبارك لكم ويجازيكم خير. الناس اللي مش متابعاني تضغط متابعة، والناس اللي بتتابعني عن طريق اليوتيوب يحطوا لايك، واللي ما عملش اشتراك يعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس. هنا طبعا بدأت ايه اطبق الغسيل كده بتاعي، قلت علشان خاطر محتاجة للسرير. والله لو مش محتاجة للسرير كنت هسيبه زي ما هو عليه، انا هلكانة من اللف وهنا وهنا، مش قادرة طبعا. انتوا عارفين كمان ان انا بشتغل، هنزل الستاير بقى علشان اغسلها واشيلها. هخلص برضو ايه شوية حاجات كده إيه موجودين، مثلا اللي هي البطاطين اللي مش بتتفرش، بتاع ده المفارش القطيفة، الحاجات اللي هي ايه ملهاش لازمة، اللي انا مش هستخدمها هشيلها ايه وايه، ويعني هشيلها واغسلها تبقى نظيفة، اشيلها نظيفة بحيث ان انا ايه اروح بيها نظيفة. يعني تقريبا كده الستاير دي انا هغسلها، بس هي مش هتتعلق. يعني انا هعمل ستاير تانية غير دي بإذن الله، ربنا ييسر الامور كده بإذن الله. لون الانتريه، لان هغير لون الانتريه هيتنجد طبعا، وهغير اللون خالص. فاعمل حاجة لونه بإذن الله. طبعا هنا وانا بعمل، بصوا الراوتر وقع والسلوك وقعت وكل حاجة وقعت. بصوا مالك بقى يقولي حاسبي يا ماما خايف عليا. ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب. ما تنسوش يا حبايبي طبعا تذكروا الله في كل وقت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين يا رب العالمين. صعبان عليا المرة دي كده وأنا بنقل كده، وأبو مالك مش معايا. المرة اللي فاتت لما كنت بنقل من شقة تانية للشقة دي، أنا بقالي فيها 3 سنين، كان أبو مالك معايا، وكان هو اللي بينقل معايا كل حاجة. ربنا يديله الصحة والعافية يا رب وطولة العمر ويبارك لنا في عمره. المرة دي بقى كده ايه انا قلت الم ايه واحدة واحدة. طبعا انا معايا طبعا اخواتي وخالاتي وحبايبي كلهم موجودين معايا وفي ظهري وسند ليا طبعا بعد ربنا. بس انا قلت الحاجة اللي انا اقدر المها كده مع نفسي، كل يوم بالليل كده ساعة ولا ساعتين الم شوية حاجات، هلم على قد ما اقدر. لان انا عايزة اقول لكم انا عندي حاجات كتير جدا تحت، عندي كراتين فيها ازاز تحت السرير من ايام ما اتجوزت.
زي ما هي، طقمين بايركس ومش عارفة، وعندي حلل تحت السرير، والسرفيس بتاع المعالق، وشنطة السكاكين، وشنطة معالق، موال. بصوا تحت السرير موال تاني خالص، حاجات كتير متشالة ما باستخدمهاش. مكنة الكحك والبسكوت، البطاطس، مش عارفة، حاجات كتير هتشوفوها طبعًا معانا في الفيديوهات. فحاسة إن أنا هاغرق كده في وسط الحاجة دي، فربنا كده ييسّر الأمور كده ويقدّرني إن أنا نقدر نلِم كده واحدة، واحدة. دي المفارش القطيفة بصراحة، أنا قُلت مش هافرشها طبعًا الأيام الجاية ديّة، هافرش اللي هي الدفايات اللي هي الخفيفة دي، بحيث تبقى سهلة عليّا في الغسيل. والكوفرتات طبعًا دول صيفي ما باستخدمهمش برضه، قُلت أشيلهم. بُصّوا بقى عملت إيه، أنا هاعمل إيه، الشنط طبعًا مش هتكفّي كل الحاجة اللي عندي، أنتم عارفين ده دولاب أطفال ودولاب نوم، والحاجة ما شاء الله، ما شاء الله، الله أكبر. فقُلت بقى اشتريت الشكاير ديّة، الشكارة ب8 جنيه يا جماعة. الشكاير ديّة من برّه كمان مشمّع، يعني كمان الشكاير دي لو طالها مَيّة أو أي حاجة واتقلب عليها مَيّة، مش هتوصل للهدوم ولا للمفارش ولا لأي حاجة جوّه، يعني هتحافظ لي عليهم. وفي نفس الوقت الشكارة مش غالية، مش بتمن الشنطة. الشنطة طبعًا غالية نار يا جماعة، الشنط دلوقتي الشنطة وصلت 1800 و700، الشنط الصغيرة 500. فقُلت الشكاير دي الشكارة ب8 جنيه، بُص هتاخد معايا، خدت معايا الكوفرتتين والمفرشين القطيف. جِبت كده 15 شكارة ب120 جنيه، الواحدة ب8 جنيه، وقُلت ألِم فيهم شوية حاجات كده، وإذا احتجت أجيب تاني. وفي نفس الوقت هُم مشمّع من برّه، لو مثلًا اتوسخوا من برّه الوساخة مش هتوصل للحاجة من جوّه. لو مثلًا مَيّة اتقلبت عليهم مش هتوصل للحاجة من جوّه. الدنيا شتِّت وأنا بانقل، لإن أنا هانقل في الشتا، وده اللي مصعّب عليّا يعني الأمر، إن أنا هانقل في الشتا. الدنيا شتت أو حاجة وإحنا طالعين بالحاجة أو بالعربية عليها الحاجة، ما فيش حاجة هتتبل من جوّه. طبعًا الشكاير مشمّع كده وجميلة أوي، أوي، وجامدة جدًا، جدًا، جدًا يا جماعة، وبتاخد كتير. أنا لمّا لقيت المفرش جوّه لوحده كده عايم، قُلت أحط معاه جنبه كوفرتة، والمفرش ده فوقيه الكوفرتة. وطبعًا دفستهم دفسة جامدة كده عشان الشكاير تاخد معايا حلو، زي ما أنتم شايفين كده. يعني حاجة سهلة يا جماعة والله في النقل. بُصّوا بدل ما تروحوا تجيبوا شُنط أو تلمّوا الحاجة في ملايات وحاجات زي ما باشوف الناس بتعمل كده، لأ الشكاير دي جميلة أوي، تحافظ لِك على الحاجة ورخيصة، وكمان مش هيتقطعوا ولا أي حاجة، هتستخدميهم بعد كده برضه في أي حاجة عندِك، أو هتشيليهم تنقلي لأي مكان تاني. بالنسبة للناس اللي بتقعد في إيجار زي حالاتنا كده، أي حد عايز ينقل في أي مكان هينقل، إن هو مثلًا أنتِ مش قاعدة في بيتِك ملكِك أو بتاعِك، عايزة تنقلي في أي وقت هتنقلي، هتبقى الشكاير موجودة عندِك. والله أنا كان عندي أصلًا شكاير من النقلة بتاعة المرّة اللي فاتت، بس في حد طلبهم منّي فاديتهم له، فما أقدرش أقول له هاتهم تاني، أو ما أقدرش أقول لها هاتيهم تاني. فقُلت بقى أجيب جديد وخلاص، مش هاخسر حاجة يعني، العملية مش غالية جامد يعني. وهُم عدّوا ولمّوا لي حاجتي، بُصّوا بالبلاستر كده زي ما أنتم شايفين. وطبعًا هاكتب على الشكارة من برّه الشكارة دي فيها عشان لمّا آجي أرُص الدواليب أو آجي أنقل الحاجة، أحُط حاجة الأطفال في أوضة الأطفال، وحاجة النوم في أوضة النوم. هاكتب على الشكارة من برّه مفارش عشان أبقى عارفة إن دي مفارش. آجي أفتح هدومي أبقى عارفة إن دي هدومي، آجي أفتح هدوم الولاد أبقى عارفة إن دي هدوم الولاد. من برّه كده كتبت عليها مفارش، وأبقى منظمة حاجتي على النقل على طول، ما اتعبش في أي حاجة. أبقى عارفة الشكارة دي مفارش هتدخل أوضة الأطفال، هتتحط في أوضة الأطفال، ما أدوخش وأنقل من هنا إن أنا أقعد أفتح الشكارة دي أشوف فيها وأفتح الشكارة دي أشوف فيها وده كان الفيديو بتاعنا كده النهارده يا حبايبي. أسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.